السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله يبارك في الأصدقاء. النهاردة تاريخ 21 أكتوبر لسنة 2025. بقى تقريبا حوالي 10 أيام ونخش مع شهر نوفمبر، شهر 11. أتكلم في 3-4 نصائح سريعا يستفيد منها الأصدقاء المتابعين معنا. أولا، لو نلاحظ في الكادر اللي قدامنا أو البرواز اللي احنا بنصوره قدامنا ده، معظم النحل اللي متواجد على البرواز نحل صغير السن، نحل حديث الخروج، يعني عمره نقدر نقول يتراوح ما بين أسبوع ل10 أيام عمر النحل. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، ايه وظيفة النحل الصغير ده او ايه لازمته مع التوقيت اللي احنا فيه في منتصف الخريف؟ اولا، انا حبيت احدد الموضوع ده لسبب واحد، ان النحل اللي قدامنا اللي احنا شايفينه صغير السن ده اللي هيعبر معانا فترة الشتاء بالكامل ويكون معانا لحد بداية فصل الربيع. بمعنى لو احنا حافظنا على النحل اللي موجود الصغير اللي قدامنا ده، انا ما بتكلمش عن النحل السارح، النحل السارح اللي في الخلية اللي بيخرج يجيب حبوب لقاح دلوقتي، تمام؟ انا بتكلم على اللي موجود على الكادر اللي هو النحل الحاضن ده. لو النحل ده خالي من امراض، خالي من فيروسات، خالي من ذروة، كن متأكد بعد طبعا عدة امور ان الخلية بتاعتك هتعدي الشتاء. طب لو اللي قدامنا فيه مشكلة اعرفها ازاي؟ ان انا مثلا اشيل الكادر الاقي النحل بيتساقط من عليه، بيقع من عليه النحل الصغير ده، مش قادر يمسك قوامه، بيسقط على الارض ويزحف، تمام؟ في ذروة بكميات كبيرة. الامر الاخر، النحل الحاضن ده من دوره او من وظائفه ان هو اثناء تواجده داخل الخلية لمدة مثلا 15-20 يوم بيقوم بعدة وظائف، من اهمهم اللي هو بيقدم للملكة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، بيقدم للملكة غذاء ملكي على اساس ينشطها ويحفز الملكة على وضع كمية بيض. طبعا كمية البيض متتوقف طبعا على جزئية اخرى مهمة، المرعى اللي بره من حبوب اللقاح. مرعى بره حبوب لقاح ممتاز، مع موجود النحل الحاضن اللي قدامنا موجودين وشايفينه على الكادر ده او على البرواز، يبتدي النحل الحاضن او النحل صغير السن يحفز الملكة، يغذي الملكة بكميات من الغذاء الملكي، تضع الملكة كمية من البيض. لو نلاحظ على البرواز اللي قدامنا هنلاقي ان في حضنة خرجت منه من يومين ومن 3 ومن 4 ايام ومن 5 ايام، في عيون ثلاثية فارغة. اي حضنة بتخرج الملكة الصح والملكة الممتازة مباشرة تبتدي تضع بيض اول ما الحضنة تخرج. يعني حضنة تخرج والملكة تضع بيض، حضنة تخرج نحل صغير والملكة تضع بيض، تمام؟ طبعا لو احنا ركزنا برضو، انا بحب اقول بعض النصائح والامور الاصدقاء تنتبه ليها، لان ده كله موجود في خلايانا بس في البعض ما ينتبهش ليه. لو احنا ركزنا هنلاقي ان معظم البرواز سواء بيض او يرقات، تمام، او حضنة مغلقة لسه ما خرجتش. طب فين العسل؟ ده سؤال يطرح نفسه، فين العسل؟ اصبح ان انا لما بقدم تغذية تحفيزية بحاول ان انا ما اكبس وما اضيقش على الملكة، لان لو بضيق على الملكة بكميات تغذية سكرية كتير كنت شفته في البرواز اللي قدامك ده، كنت شفته في البرواز ده على الاقل الاجناب او الهلال من الاعلى فيها عسل تغذية. انما انا بعطي كميات بسيطة بأحفز الملكة، لان انا عاوز اجيش الخلية. نقطة اساسية لابد الاشارة ليها، وهو زي ما احنا قلنا
ان النحل دوت الصغير ده لما يعبر معايا حدود 60-70 يوم لحد بداية فصل الربيع، وبعدين الله سبحانه وتعالى بيمد النحل خلال فترة الخريف بالأجسام الدهنية. ايه هي الأجسام الدهنية؟ انا اقولها للمختصر يعني للأخ النحال اللي زي بمعنى أصح مبتدئ، اقول له تبسيط بسيط جدا. الأجسام الدهنية ديت في أجسام النحل دي بتمد النحل أثناء فترة الأجواء الباردة في الشتاء، بتمده نقدر نقول بالطاقة. طب هيتم طرح سؤال مهم جدا، يعني النحل اللي بيمتد عمره ل60-70 يوم و80 يوم دوت في الشتاء، اللي هو يعدي معانا مثلا الربع الأخير من الخريف والشتاء كامل لحد بداية الانطلاقة الربيعية، يختلف إيه عن النحل اللي في الصيف؟ يختلف الله يبارك في الجميع. زي ما احنا قلنا الأجسام الدهنية دي تمام بتمد النحل بالطاقة. الأمر الآخر إن النحل نفسه أثناء فترة الشتاء وفترة السكون عند النحل أو عدم النشاط بسبب الأجواء البرد، بالتالي النحل ما بيعملش مجهود عكس الصيف. الصيف الله يبارك في الجميع النحل بيخرج بقوة، درجة حرارة تصل 5، حتى لو النحل بيجيب مية بيكون ده كله موجود على النحل. فأنا كوظيفتي لو خليت الفروة تنتشر في الخلية بتسبب مشاكل للأجسام الدهنية اللي في النحلة، أو خلينا نقول مصدر الطاقة اللي متواجد داخل النحل. الفيروس بتاع الفروة بيتضرر، بيضر المواد ديت أو بيضر أجسام النحل بمعنى أصح، تمام، ومن ثم ممكن يسبب لك مشاكل أكارينة وأمور أخرى. أثناء فترة الشتاء الله يبارك في الجميع، طبعا لسه ما دخلناش الشتاء، بس لما نيجي نخش مثلا كمان شهر أو كمان 40 يوم، محدش يفتح خلايا نحل في أجواء برد عشان ما تسببش مشاكل في الجهاز التنفسي للنحل. أتمنى يكون وصل لنا الجزئية ديت. الأمر الأساسي اللي عاوز أشير ليه واللي أنا بدأت بيه الفيديو، طب النحل الحاضن ده وظيفته زي ما احنا قلنا بيمد غذاء ملكي للملكة، خلاها تتنشط في أعمال أخرى بيقوم بيها، سواء مثلا تنظيف العيون السداسية اللي تخرج منها الحضنة، نقدر نقول أعمال داخل الخلية، تمام. أنا كنحال الله يبارك في الجميع، أنا كنحال لو عندي خلية داخل منحلي، نركز في الكلام ده، ضعيفة حدود مثلا 3 براويز، البيض بتاع الملكة قليل، ابتدي اركز على جزئية هل الخلية دي محتاجة اضيف لها برواز حضنة مغلقة، على اساس ان النحل الحاضن دوت في الخلية يخرج ينشط الملكة شوية. يمكن يكون الملكة في احتياج للنحل الحاضن ده، دي خطوة لازم اقوم بيها، تمام. لان ممكن بعد تقديم برواز من الحضنة المغلقة والنحل يخرج ويحفز الملكة، الملكة تبقى امورها ممتازة. وممكن بعد ما النحل الحاضن يخرج ممكن بعد ما النحل الحاضن يخرج في الخلية الضعيفة، الملكة تخليها كما هي. للأسف وضعها في البيض قليل أو ضعيف، في الحالة ديت هكون أنا كنحال مضطر لا إما أغير ملكة الخلية الضعيفة، أغير ملكتها، أو إن أنا أضمها. أتمنى من أصدقائنا اللي بيقدموا تغذية تحفيزية في التوقيت الحالي ما يقدمش تغذية مركزة من أجل التخزين للخلية. ما تجهزش الخلية كمخزون عسل للشتاء إلا قبل الشتاء فقط ب10 أيام، قبل دخول الشتاء ب10 أيام. خلاف ذلك أنت حاليا بتقدم تغذية تحفيزية من أجل تنشيط الملكات. مشكورين، شكرا جزيلا.